شكرا على السؤال. طبعا الشيء اللي يميز القانون المالية تاع 2023 هناك ميزتين. الميزة الأولى أن القانون المالية كبقية القوانين المالية تأتي للتطبيق وتكريس السياسة الحكومية، وتدخل في إطار تطبيق ما يسمى بالبرنامج الحكومة وتوصيات رئيس الجمهورية. والشيء اللي يميز الميزانية 2023 هو أولا تأتي في ظرف خاص، وهي ما تأتي ما يسمى بعد الأزمة المالية والأزمة الكوفيد، والتي كما تعرفون لها تأثير كبير على المواطنين، سواء وهي أزمة عالمية. وطبعا هذه الآثار نجد أن في القانون المالي 2023 الدولة الجزائرية أخذت بعض التدابير. أولا pour ce qu'on appelle absorber le choc bien sûr des crises, de ces crises, surtout la crise économique، من خلال طبعا تعزيز القدرة الشرائية للمواطن. كما تعلمون أن الحجم من ميزانية الدولة لسنة 2023 بلغت قيمتها 13700 مليار حوالي، أي ما يعادل مليار دينار، طبعا ما يعادل 98 مليار دولار. وهذا أكبر ميزانيات منذ الاستقلال، أكبر ميزانية. طبعا ما دام أن هذه المبالغ المخصصة في هذه الميزانية تذهب أولا إلى تعزيز القدرة الشرائية للمواطن من خلال أولا ارتفاع ما يسمى بالأجور، عن طريق إما عن طريق إعادة النظر في النقطة أو في المبلغ المخصص لهذا الارتفاع. وثانيا طبعا ما يسمى ايضا تعزيز هذه القدره الشرائيه من خلال المبالغ المخصصه لاعانه بعض الموارد الاوليه. فنجد مثلا يمكن ان بعد ذلك نشوف في التفاصيل المبالغ المخصصه الى طبعا ارتفاع الاجور، والى منحه البطاله، ومنها ايضا كل التدابير التي اتخذتها الدوله طبعا لتعزيز هذه القدره الشرائيه. من الشيء اللي لازم الانسان يركز عليه ان التوجيهات رئيس الجمهوريه من خلال هذا القانون المالي تكريس هذه التوجيهات هو طبعا في هذه السنة المالية 2023 هذا التعزيز يمكن طبعا أن يدوم في السنوات الجاية حسب التحسين أو تحسن المداخيل الدولة، المداخيل الميزانية. وإذا تحسنت المداخل الميزانية طبعا سيكون هناك ارتفاع أيضا في السنوات المقبلة، إلى أنه لازم نراعي الجانب أن هذه ما يسمى بالميزانية الطموحة. C'est un budget volontariste qui consiste tout simplement à amortir, comme je l'ai dit, donc l'effet du Covid, de la crise Covid, et l'effet de l'augmentation des prix des matières premières à l'étranger. C'est le budget de l'État qui absorbe le choc de ces effets. Et bien sûr, en espérant نتمنوا من القدام مع تحسن المداخل الدولة، ومن خلال التحسن هذا يأتي من خلال المداخل التي تأتي في الاستثمارات التي نتمنى تكون في المستقبل. الاستثمارات يعني من ناحية في جميع القطاعات الصناعي والزراعي والسياحي،
هذا طبعا سيخلينا أكثر اريحيه ويسمح لنا ايضا ان نعزز هذه القدرة الشرائية في المستقبل. اما فيما يخص تعزيز القدرة الشرائية للمواطن، في جانبه تحسين الأجور أو تحسين ما يسمى بالرواتب لمستخدمي القطاع الوظيفة العمومية، فأصدر تعليمات السيد رئيس الجمهورية في خطاب في الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء أن تكون هناك زيادة في ما يسمى في عدد النقاط الاستدلالية، ويرتكز هذا المقترح على نفس المعايير التي تم اتباعها في زيادة الرواتب في شهر مارس 2022 والمتمثلة في زيادة عدد النقاط الاستدلالية، وذلك على اعتبار أن الزيادة في النقاط الاستدلالية ستؤدي لا سيما رفع ما يسمى برواتب ذوي الدخل الضعيف والمتوسط، وبالخصوص الحفاظ على الانسجام العام للنظام والرواتب. هذا هو من فوائد زيادة في عدد النقاط الاستدلالية. ويتضمن هذا القرار في ارتفاع ب 150 نقطة من الرقم الاستدلالي الأدنى بالنسبة للموظفين والأعوان المتعاقدين، و70 نقطة بالنسبة لشاغلي المناصب العليا، و16% في الرقم الاستدلالي الأساسي بالنسبة لشاغلي الوظائف العليا في الدولة. وهذه الزيادة ستتم على مرحلتين. المرحلة الأولى تخص السنة 2023. هذه المرحلة الثانية ستكون بعنوان سنة 2024. بعنوان 2023 سيتم زيادة 75 نقطة الرقم الاستدلالي الأدنى بالنسبة للموظفين الأعوان المتعاقدين، 35 نقطة بالنسبة لشاغلي المناصب العليا، و8% الرقم الاستدلالي الأساسي بالنسبة لشاغلي الوظائف العليا في الدولة، حيث ستكون الأرباح التي تأتي من جراء هذا القرار الصافية تدير l'augmentation نت بعنوان سنة 2023 بالنسبة لبعض الفئات على سبيل المثال ولا على سبيل الحصر كما يلي: 4500 دينار بالنسبة للعاملي الصنف الأول ouvrier première catégorie va bénéficier de 4500 dinars d'augmentation nette، وهو أدنى التصنيف طبعا كما تعلمون في القطاع الوظيفي العمومي، و5600 دينار بالنسبة لمتصرف صنف 12 administrateur catégorie 12 va bénéficier de 5600 dinars net. هذا بعنوان السنة 2023. إذ ستخص هذه الزيادة أكثر من 2,800,000 موظف وعاون متعاقد، يعني لي فونكسيونير اي لي كونتراكتويل. وتتراوح هذه الزيادة طبعا ما بين 4500 دينار جزائري إلى 8500 دينار جزائري. Donc l'augmentation varie entre 4500 dinars et 8500 dinars bien sûr. أما بما يخص الأثر المالي الناتج على هذه الزيادات في سنة 2023 فهي تقدر ب 340 مليار فاصل 340.3 مليار دينار جزائري. وبدخول سنة 2024 هذا فيما يخص سنة 2023. في الدخول سنة 2024 ستستفيد أو يستفيد الموظفون الأعوان المتعاقدون من نفس الزيادة، وذلك بتطبيق نفس المعايير التي تم إتباعها سنة 2023، حيث ستبلغ الأرباح الصافية الإجمالية
بعنوان سنة 2023 و24 على سبيل المثال. يعني كي نجمعوا 23 ب 24 راح مثلا العام اللي هضرنا عليه اوفري بروفيسيونيل صنف واحد، العمل المهني صنف واحد سيستفيد من 9550 دينار جزائري. 5000 donc 9550 dinars, ça veut dire 2 fois 4500 4500 et quelques. Alors فيما يخص المتصرف الصنف 12 فيستفيد ب 11135 دينار جزائري، حيث يقدر الأثر المالي بعنوان سنة 2024. يعني كي نجمعوا هذو كاع 23 زائد 24 المبلغ المخصص لهذا الارتفاع سيكون ب 681 مليار دينار جزائري. دونك فيما يخص النسبة، لو كان ناخذ بعين الاعتبار زيادة 2022 2023 و 2024 نسبة الزيادة ستكون حوالي ب 47%. Donc l'augmentation entre les durant ces 3 années va atteindre 47%. Bien sûr, à la fin, il faut dire que في مثلا 2022 هناك زدنا ب 50 نقطة استدلالية. هذا ال 50 نقطة هذه تكلفت لخزينة ميزانية الدولة 220 مليار دينار جزائري. وإذا خدينا كل هذه الزيادات 2022 23 24 المبلغ المخصص لهذه الزيادات فهي تقدر ب 900 مليار دينار جزائري. هذا هو خلاصة القول بأن المجهود الدولة معتبر جدا. يعني ارتفاع الرواتب ب 47% حقيقة زيادة تاريخية ومعتبرة في نفس الوقت. يعني مجهود الدولة مجهود معتبر، وطبعا وهذه سيعود بدون شك لفائدة كل العمال وكل الموظفين الوظيفة العمومية. فيما يخص تجسيد هذا القرار لرئيس الجمهورية، يعني الارتفاع في رتب الموظفين الوظيفة العمومية، سيكون هناك أو تم تعداد 4 مراسيم رئاسية. المرسوم الأول يخص الموظفين، المرسوم الثاني المتعاقدين، المرسوم الثالث ما يسمى بالبوست سوبيريور، والمرسوم الرابع الوظائف العليا. هذه المراسيم تم تعدادها من طرف وزارة المالية، ستقدم لرئيس الجمهورية إن شاء الله في الأيام الجاية لإمضاء عليها. طبعا قبل ما نمشيو إلى هذه النقطة، أنا نذكر فقط باللي أن هذا من خصوصيات هذه الميزانية 2023 هو البعد الثاني، هو البعد الإصلاحي للميزانية. طبعا هناك كما قلت البعد التقليدي والكلاسيكي، الا وهو مع ميزانية عامة، ميزانية سنوية كميزانيات أخرى، ولكن بخصوصيتها أن تدعم القدرة الشرائية. ولكن البعد الثاني الذي كرسته هذه الميزانية أو القانون المالي 2023 هو ما يسمى التطبيق أو دخول حيز التنفيذ ما يسمى بالقانون العضوي المتعلق بالقوانين المالية 18-15 الذي صدر في 2 سبتمبر 2018. هذا هو هذا المشروع لا يقل أهمية من القانون المالي، بل يمكن أن أقول أكثر أهمية بكونه يحمل في جذوره
ما يسمى بالتغيير العميق في المقاربة فيما يخص النمط التسيير، المال العمومي بصفة عامة بصفة خاصة، والمرفق العام بصفة عامة. هذا هو الشيء الجديد، والشيء اللي حقيقة سيدخل من، ويعتبر هذا طبعا المشروع من أكبر إصلاحات الدولة، أو من الإصلاحات الهيكلية للدولة الجزائرية، بحيث أن سننتقل بما يسمى بالميزانية الوسائل إلى ميزانية البرامج، أو ميزانية الأهداف، أو ميزانية الأداء. هذا هو وهذا طبعا كما تعلمون أن هذا القانون العضوي يعتبر من الدستور المالي للدولة. الدستور المالي للدولة، وكما قلت في جذوره كل هذه الابعاد، البعد التغيير المقاربة فيما يخص النمط التسيير، المال العام بصفة عامة. فالشيء اللي يهمنا من القدام أن النتائج أن كل الدينار يصرف فيجب تقييمه أولا، وتحديد المسؤوليات كل المتدخلين في النفقة العامة dans la dépense publique. Tous les intervenants dans la dépense publique, et les responsabilités seront mieux cernées et déterminées, et le gestionnaire sera responsabilisé davantage dans ce processus. Donc il s'agit d'un changement de paradigme en profondeur en matière de gestion publique de façon générale. Et on va passer du budget moyen au budget résultat. C'est une véritable révolution qui va s'opérer à partir du 1er janvier 2023. Bien sûr من هذا المشروع طبعا الأول جانفي 2023 هي ما يسمى تاريخ انطلاق هذا المشروع، وهو مسار طويل. وفي هذا التاريخ سنضع ما يسمى الهندسة الميزانياتية لهذا المشروع. C'est la mise en œuvre de l'architecture budgétaire de ce grand projet d'envergure nationale, et qui constitue bien sûr une des réformes, encore une fois j'insiste sur ça, une des réformes structurelles de l'État. C'est une réforme en profondeur qui vise à changer le mode opératoire, qui vise à changer les mentalités, qui vise à changer les comportements en tant que des gestionnaires de façon générale. Et bien sûr à rationaliser, et surtout il y a le plus de transparence dans la gestion publique. Maintenant باش نولي السؤال تاعك وين قلت ما شفت الميزانية المواطن. طبعا في هذا الإطار في تحسين ما يسمى كيفية تسيير المال العام، ومقاربة مع المواطن، قريب المواطن من فوضعنا ما يسمى بميزانية المواطن. الميزانية المواطن هي طبعا عبارة عن ميزانية عبارة عن وثيقة، ولكن وثيقة مبسطة يسمح للمواطن أن يعرف كيف تستعمل أمواله، طبعا comme contribuable. Comment l'argent du contribuable est utilisé. Donc c'est un document simplifié, très simplifié de la loi de finances d'un budget, qui permet aux citoyens de voir comment est utilisé et à quelle fin, et quels sont les secteurs qui bénéficient des montants alloués par la loi de finances. Bien évidemment, donc la réforme budgétaire, c'est la marque des réformes. يعني أنا نقولها الإصلاح الميزانيتي هي الإصلاح، هو أم الإصلاحات. ونحن على يقين أن هذا الإصلاح سيكون له آثار مباشرة على كل الإصلاحات القطاعية.
ما دام ان رايحين ماشيين الى ما يسمى بميزانيه الاداء، سي لو بيدجي دو بيرفورمانس. دونك tous les autres secteurs، enfin bien sûr le secteur ministériel، القطاعات الوزاريه سيكون له اثر على الاصلاحات التي سنشاهدها في الايام الجايه في هذه القطاعات، سواء في قطاع الصحه، في قطاع التربيه، في قطاع التعليم العالي. في كل القطاعات ستعرف اصلاحات التي تدخل في اطار هذا الاصلاح الميزانيتي. اضافه الى الاصلاح الميزانيتي هناك اصلاحات اخرى مكمله لهذا الاصلاح. فمثلا فيما يخص طبعا هذا الاصلاح الميزانيتي ليس فقط، اولا ليس فقط قواعد قانونيه او تنظيميه، هناك ايضا ما يسمى السيستم دانفورماسيون، الانظمه الاعلاميه. هناك جوج انظمه الاعلاميه التي ترافق هذا الاصلاح الميزانيتي. هناك النظام التعداد الميزانيه، un système de préparation du budget qui nous permet de préparer le budget donc sans trop de paperasse, sans trop de documents. Donc un système digne de ce nom, un système d'information. Et bien sûr, il y a un deuxième système d'exécution. C'est-à-dire هناك أنظمة ما يسمى بتطبيق هذا النظام. C'est-à-dire il y a ce qu'on appelle la saisie unique. Il suffit que الأمر بالصرف يدخل في الكمبيوتر تاعو المعلومه، فكل المراقب المالي والمحاسب العمومي في نفس الوقت يكون لديهم نفس المعلومات. هذا طبعا هذا النظام سيسمح بتحسين النفقه، هذا هو الهدف، تحسين النفقه والسرعه في تطبيق النفقات العموميه. كما تعلمون اليوم المده النفقات بين لونجاجمون حتى البايمون شهور، اشهر، 10 اشهر الى بعض الاحيان توصل حتى عام. بينما في البلدان، في كثير من البلدان تقاس بالايام. هذا طبعا هذه انظمه ستسمح بدون شك ان تقلص في مده قيام بالنفقه والتحسين، بالخصوص تحسين المعلومات وتحسين ما يسمى la qualité de la dépense publique. Incontestablement la qualité sera améliorée. Bien sûr en ce qui concerne هذا فيما يخص الإصلاح الميزانيتي. هناك إصلاحات أخرى مكملة لهذا الإصلاح، نذكر منهم الإصلاح الصفقات العمومية. Le code des marchés publics va connaître aussi une réforme en profondeur. Le marché public, comme vous le connaissez, c'est 20% qui mettent à la monnaie 20% de la commande publique, constitue 20% de la commande publique. Et on connaît un petit peu tous les problèmes des marchés publics actuellement et dans le passé. Et il va connaître un changement en profondeur également. D'abord, ce ne sera plus un texte d'ordre réglementaire, ce sera donc érigé en loi. Ce sera une loi. Actuellement c'est un décret, il va devenir une loi. سيكون هناك قانون الصفقات العمومية، وهناك سيكون هناك أيضا ما يسمى المراسم التنفيذية لهذا القانون. كل هذا الجهاز اليوم راه موجود، طبعا سيقدم إلى البرلمان في هذه العدة في الأيام القادمة. هذا من الإصلاحات العميقة أيضا. بإضافة نبقى دائما في هذا الميدان الصفقات العمومية. هنا في الميزانية المالية أنشأنا ما يسمى بالبوابة الإلكترونية للصفقات العمومية. Le portail électronique, le portail des marchés publics. Ça veut dire quoi? Le portail électronique permet dans l'avenir، سيسمح سيدخل في حيز التنفيذ إن شاء الله في الشهر مارس، وهذا يسمح بأن tous les avis d'appel d'offres doivent transiter par le portail électronique. Le retrait des cahiers de charges va se faire à travers le portail électronique. Les offres pourront se faire
à travers le portail électronique. Et on espère à moyen terme نتمنوا على المدى المتوسط حتى الإمضاء على الصفقات العمومية سيكون هناك إمضاء إلكتروني. هذا طبعا تعرفون الفائدة التي سنحصل عليها من خلال هذا المشروع إذا طبعا إن شاء الله سيقوم في حيز أو فيدخل في حيز التنفيذ في شهر أفريل إن شاء الله. Ça permet tout simplement d'abord, de lutter contre le phénomène de la corruption. Ça sera la transparence à outrance. Transparence à outrance. Tout sera affiché. كلش راح يشوفوه من خلال هذا الأبواب الإلكترونية وطبعا ستساعد في مكافحة الفساد التي عرفناه وشفناه في أيامات اللي فاتت. إضافة إلى هذا هناك أجهزة أخرى مكملة لهذه الأنظمة لهذه الإصلاحات. فنذكر منها فقط الإصلاح ما يسمى إدخال القانون الشراكة بين العام والخاص. C'est la loi, c'est ce qu'on appelle de partenariat public-privé. Le projet de loi, effectivement, il est finalisé. Il a été donc examiné, ça fait pas longtemps, par le gouvernement. Et il est programmé, أن يتم نقاشه في البرلمان في هذه العهدة أيضا. وهذا طبعا سيسمح بدون شك أن يعطي للقطاع الخاص دوره ورسالة إلى كل المتعاملين سواء إلى كل الدول بأن ليس لدينا عقدة إزاء هذا القطاع. فالقطاع الخاص بعد إصدار القانون سيمكن له أن يستثمر أو أن يستثمر في جميع الميادين التي هي اليوم ما يسمى احتكار المصالح العمومية، احتكار الدولة. فيمكن للقطاع الخاص أن يستثمر في المصلحة العامة ويمكن أن يسير مؤسسات عمومية، يمكن أن يتدخل في وأن يساعد أيضا من الناحية هذه أن يساعد ما يسمى il va participer au financement tout simplement du service public. Effectivement, la Direction générale du budget s'est engagée profondément, ça fait maintenant j'allais dire 3 ans, dans les réformes en profondeur. Dans la réforme en profondeur. Et l'une des réformes importantes, bien évidemment, c'est l'implantation du système d'information et de la numérisation. Ça, c'est un grand défi. C'est le point noir, j'allais dire même, du ministère des Finances aujourd'hui, la numérisation. C'est pour cela qu'il y a une direction générale de la numérisation qui supervise un petit peu donc l'ensemble de ce dispositif au niveau du ministère des Finances. C'est un défi qu'on s'est lancé aussi bien au niveau de la DGB que de d'autres directions générales, des impôts, ou les domaines ou les douanes. Oui, c'est un défi qu'on doit relever. Inch'Allah, les prochains mois, pour ne pas dire les prochaines années, ce défi sera relevé. Et ça a relevé. On est en train de recueillir les grandes réformes. La première réforme, comme je l'ai dit, donc c'est à partir du 1er janvier 2023. C'est celle-là, c'est la plus importante, c'est la mère des réformes. Hein, c'est la performance. C'est d'y aller vers une administration de performance. C'est de permettre à ce qu'il ait été toujours demandé par les uns et les autres, changer les mentalités. Mais le problème, comment changer les mentalités? L'architecture actuelle, les mécanismes actuels qu'on va mettre en place à partir du 1er janvier, permettent de changer les mentalités. Permettre de changer les mentalités en responsabilisant davantage, bien sûr, le gestionnaire, et bien sûr, et en lui donnant les moyens pour réaliser un petit peu les politiques publiques, à travers donc, les politiques sectorielles, et bien évidemment, au final, il doit rendre compte de l'utilisation des deniers publics au dinar près.
et il a utilisé actuellement donc, les crédits qui lui sont confiés. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, le système actuel, le système budgétaire actuel, c'est un système, j'allais dire les règles de façon générale, les règles budgétaires et comptables, c'est des règles de protection des deniers publics, uniquement, essentiellement de protection. Comment on va passer des règles de protection, bien sûr, en ajoutant d'autres règles de performance. Mais on ne va pas abandonner les règles de protection, ils doivent être toujours là. Mais bien sûr, en assouplissant un certain nombre de règles, et surtout par la suite, y aller vers la performance. Donc en soi, on doit s'inspirer des règles qui sont dans le secteur privé tout simplement, en essayant de les adapter au secteur privé, de telle manière à avoir un produit de qualité de service, une qualité de service voilà, en moindre coût, de meilleure qualité, et réaliser un petit peu aussi les services publics dans les délais raisonnables. Voilà, donc, et puis faire en sorte qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui souhaiteraient par exemple envoyer leurs enfants à l'éducation donc dans des écoles privées, ils vont soigner dans les cliniques, et tout simplement parce que la qualité de service au niveau des hôpitaux et au niveau de notre système, bon, elle est ce qu'elle est, bon, il n'est pas aussi mauvaise, mais il y a une différence. Donc comment faire aujourd'hui qu'au niveau du système éducatif, qu'on va avoir de meilleures qualités de service, aussi bien donc, dans tous les secteurs, que ce soit au niveau de la santé, l'enseignement supérieur, la jeunesse, les produits de culture et de culte, et bien sûr, et l'ensemble des produits qui sont aujourd'hui financés par l'argent public. ستكون سنة 2023 سنة الإصلاحات العميقة والهيكلية للنمط تسيير الأموال العامة للدولة. ستعتبر سنة 2023 ما يسمى بالتغيير العميق للمقاربة فيما يخص تسيير المال العام بصفة عامة والمرفق العام أيضا. وهذه الإصلاحات ويعتبر القانون المالي 2023 أول قانون مالي الذي يقدم تحت ما يسمى بميزانية الأداء أو ميزانية البرامج أو ميزانية الأهداف، أول قانون مالي في هذا النمط. وهذه الإصلاح سيكون له بدون شك آثار على الإصلاحات القطاعية الأخرى. سيكون له آثار على إصلاح القطاع مثلا ما يسمى بالتعليم العالي والبحث العلمي، والقطاع التربية، والقطاع أيضا الصحة. بخصوص القطاع الصحة سيكون ما يسمى له التأثير والآثار على هذه القطاعات. كل هذه الإصلاحات طبعا سيكون لديها آثار بصفة مباشرة أو غير مباشرة على المواطن فيما يخص بالخصوص الخدمات المقدمة من طرف الدولة لهذه المواطن في كل القطاعات. وهذا التحسين سيكون في نوعية الخدمات وكيفية تقديم هذه الخدمات، وبالخصوص أيضا التكلفة هذه الخدمات التي نتمنى أن تكون عقلانية فيما يخص المصاريف، وأيضا المدة التي تنجز هذه بعض الخدمات أو بعض المرافق، بعض الاستثمارات العمومية. هذا بصفة عامة ما يمكن أن أقوله في هذا المضمار، وشكرا.